السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسماء البستاوي، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي تعملي شنطة الدبدوب الجميلة دي. وطبعا فيديو النهارده من ضمن برضو سلسلة شنط الاطفال، مناسبة قوي علشان كمان دخلة العيد باذن الله يبقى عندك اختيارات كتير تعملي شنط للاطفال بالشكل ده او باشكال تانية باذن الله. ولو بيعجبك النوعية دي من الفيديوهات ما تنسوش اللايك، لانه بيرفع الفيديو وبيساعد ناس كتيرة تشوفه وتستفاد منه باذن الله. ويلا بينا نشوف الخامات والطريقة مع بعض. اول حاجة بالنسبة للخامات، والخامات الاساسية اللي معايا هي اللولي. طبعا انا هنا هستخدم كل الخامات مقاس 10 علشان الشكل يطلع معايا مظبوط جدا ومفيش منه اي مشكلة. كمان معايا 3 خرزات باللون الاسمر ده برضو كريستال، ومعايا 14 خرزة من اللون الكريستال الملون اللي انت عايزاه، مفيش مشكلة خالص. ده كريستال جانجو، كانت لمعته قوية جدا وحلوة قوي. تمام، كلهم اكريليك مفيش فيهم ازاز. طيب انا دلوقتي لو الخرز اللي هو التاني الملون زي الاسمر والجنجاه دوت مقاس صغير، يبقى تعملي الشنطه اللي هي ال 3 دي مش الوش على طول. يعني لو هعمل وش الدبدوب بس لازم الخرز كله يبقى مقاس واحد. لو عندك الخرز مش مقاس واحد يبقى اعملي اللي هي ال 3 دي، لان في الاخر بيبقى الشكل مظبوط مع بعض ومفيش مشكله. مقاس 8 بيظبط برضو مفيش اي مشكله. تمام. لو عايزين الورشه بتاعه الشنطه دي هسيبها لكم برضو في اول تعليق مثبت عشان تقدري توصلي لها بكل سهوله. بالنسبة للخيط هستخدم هنا خيط مقاس 60. مقاس 70 برضو مش وحش، لكن انا بتكلم هنا المبتدئين مقاس 60 مناسب جدا للخرز النهاردة ولشغل الاطفال. هبتدي ان انا اعمل وش الدبدوب. عايزاكم تمشوا معايا بقى خطوة خطوة، واحدة واحدة كده. ويا سلام بقى لو جبتي الخرز بتاعك وبدأتي تشتغلي معايا. اول حاجة هبتدي ان انا معايا طرفين، طرف هحط فيه خرزتين من اللولي، والطرف التاني هبتدي ان انا احط 2 من اللون اللي معايا. تمام. بعد كده بساوي طرفين الخيط بالشكل ده، وبعد ما بساوي طرفين الخيط برجع في الخرزة الملونة مش اللولي اهو 2 و2. هبتدي انا امسك الطرف اللي فيه اللولي والطرف التاني اللي فيه الخرز الملون، هرجع في اخر خرزة فيه عشان اعمل الحلقة او الربطة بتاعتي. تمام اهو. وامسك طرف الخيط التاني اعديه منه بحيث تتكون معايا الغرزة الرباعية الاولانية ويكون معايا الشكل كده. تمام. يبقى معايا 2 جنب فيه لولي والجنب التاني فيه الملون، لكن انا واقفه على الخرزه الملونه. بعد كده هبتدي ان انا اجزأ الخيط بتاعي، يعني طرف هحط فيه اللولي وطرف هحط فيه الملون. الجنب اللي فيه اللولي هبتدي ان انا احط فيه واحده، والجنب التاني هبتدي ان انا احط واحده ملونه وواحده لولي. تمام. وهرجع في دي بسيب الملونه، بسيب دي اللي هي فيها طرف واحد بس بسيبها، والطرف التاني بسيب الملونه، وبرجع في الخرزة اللولي كده. بعد كده بعدي طرف الخيط التاني. تمام، بحيث يبقى انا كده المرة دي وقفت على واحدة من اللولي. انا عايزة خرز الكريستال او الخرز الملون اللي معايا يبقى بالشكل ده، 3 خرزات في النص وحواليهم اللولي بالشكل ده. تمام. بعد ما عملت الخطوة دي هبتدي ان انا اعمل 4 غرز رباعية من اللولي بس. طبعا انا كل ده ماشيه خط مستقيم، ما جيتش ولا يمين ولا شمال ولا حودت الخيط ولا حاجه، انا كل ده ماشيه خط مستقيم. تمام. هبتدي ان انا اعمل غرز رباعيه من اللولي، طرف بحط فيه واحده بس من اللولي، والطرف التاني ببتدي ان انا احط فيه خرزتين مره واحده، بسيب واحده وبرجع في التانية. طبعا بعمل الحلقه وببتدي ان انا اعدي طرف الخيط التاني. مش معنى ان انا بعمل شغل اطفال ان انا استهون بحجم الخيط او استهون بحركه العقده او الربطه، لا طبعا بالعكس، ده شغل الاطفال بيبقى محتاج ان انت تظبطي ايدك اكتر لان اطفال اللي بتستخدمه. تمام. هاجي على طرف من الاطراف بحط خرزه واحده بس، والطرف التاني بحط خرزتين، وبسيب واحده وبرجع في التانية وبعمل الحلقه بتاعتي، وببتدي ان انا اسحب منها طرف الخيط التاني. يبقى انا كده ماشيه بنظام العقده او الربطه. تمام. كده فاضل لي كمان غرزتين رباعيين برضو من اللولي. طرف بحط فيه خرزة واحدة بس اهو، باخد 3 خرزات، طرف بحط فيه خرزة واحدة بس، والطرف التاني ببتدي ان انا احط فيه خرزتين، بسيب واحدة وبرجع في التانية بحيث ان انا اعمل الحلقة. طبعا انا ماشية معاكي خطوة خطوة علشان انتي لو بتشتغلي ورايا دلوقتي الدبدوب يطلع معاكي زي ما انا شغالة بالظبط، والدنيا تبقى مظبوطة معاكي، ما تتوهيش في اي خطوة من الخطوات. تمام. كده انا عملت اهو تالت غرزة،
فاضل لي الرابعه، وبعد كده هدخل بقى في الخرز الملون تاني مره. تمام، يبقى انا بنهي هنا باخر غرزه رباعيه من اللولي بس. نفس الخطوات، طرف بحط فيه خرزه واحده والطرف التاني بحط فيه خرزتين، بسيب واحده وبرجع في التانية واعمل الحلقه وابتدي اسحب منها طرف الخيط بكل سهوله. تمام، ركزوا بقى في الخطوه اللي جايه دي اهوت. انا كده عملت 4 غرز رباعيه من اللولي، ده الشكل اللي المفروض يبقى ظاهر معاكي دلوقتي. تمام، بعد كده معايا بقى طرفين الخيط، طرف لجوه وطرف لبره. هاجي على الطرف اللي بره. تمام، هبتدي انا اعمل برضو غرزه رباعيه شبه اللي احنا بدأناها من الاول. طرف هحط فيه خرزه واحده من اللولي، والطرف التاني هبتدي ان انا احط فيه خرزتين من الكريستال او خرزتين من الملون. تمام، وكالعاده بسيب واحده وبرجع في التانية. الجنب دايما اللي فيه عدد الخرز اكبر هو اللي برجع في اخر واحده فيه. تمام، بيبقى معايا بالشكل ده. دلوقتي انا محتاجه اعمل غرزه رباعيه اخيره ملونه، وكمان اتجاه الخيط بتاعي يتغير. يبقى هشتغل على طرف الخيط اللي بره ده وهنهي اللي جوه ده كاني مش شايفاه خالص. هاجي على طرف الخيط اللي بره وهبتدي ان انا احط 3 خرزات عباره عن واحده بس ملونه واتنين من اللولي. تمام، هسيب واحده ملونه وواحده من اللولي وهرجع في اخر واحده واعمل حلقه وابتدي اسحب طرف الخيط التاني. بمجرد ما بعمل الخطوه دي بتتكون معايا الغرزه الرباعيه الاخيره، وكمان اتجاه الخيط بيجي على جنب علشان ابتدي ان انا اعمل صف جديد. تمام، شايفين الخيط جاي فين؟ انا مش عايزاه يبقى في الخرزه دي، انا عايزاه يجي في الجنب على طول. هنشوف دلوقتي هنعمل التناقص ازاي بما ان ده اول سطر. الشكل ده اللي المفروض يبقى معايا. انا المفروض اجيب الخيط هنا، كل اللي انا بعمله باجي على طرف الخيط اللي هو بره وبلفه في ال3 خرزات دول لغايه ما يجي في اللي انا عاوزاها. هنشوف برضو مع بعض الشغل اهو. طرف الخيط اللي بره بعديه هنا. تمام، واللي فوق انا هنا بعمل التناقص اهو، وبعد كده بعديه في دي. هتلاقي الخيط طالع من هنا، فانت بقى هتعديه في الخرزه اللي المفروض اكون انا واقفه عندها. ده طبعا اول طرف، لسه في طرف كمان اهو. ببتدي ان انا اهو طرف الخيط اهو بعديه في الخرزه ديت اللي انا المفروض اكون واقفه عندها. يبقى انا كده عديت اول طرف. محتاجه دلوقتي اعدي الطرف التاني. هاجي على الطرف التاني ده وهعديه في ال3 خرزات اللي جنبه على طول اللي هم دول، ده ودي. تمام اهو، بعديها برضو بكل بساطه. طبعا زي ما قلت لكم الخرز اللي معايا كله اكريليك بلاستيك يعني، فعشان كده بتعدي بكل سهوله في الشغل. لكن لو ازاز هيبقى معاكي مشكله في الموضوع ده. بعد كده بعدي اهو الطرف التاني في الخرزه قصدي التانية اهي، وبعد كده بنزل في التالتة دي. ومجرد ما بنزل في التالتة دي بلاقي الخرزة اللي المفروض اللي انا اقف عندها اللي انا لسه معديه منها طرف الخيط، فبعدي طرف الخيط عكس اتجاه الخيط اللي طالع منها. بتلاقي الخيط معاكي بصي اتنقل اهوت للخرزة اللي المفروض اشتغل بيها. كان واقف في الخرزة دي بقى موجود هنا تاني واحدة على طول. هبتدي ان انا اشتغل عادي جدا على الطرف اللي بره. هبتدي ان انا اعمل غرزة رباعية مكونة من اللولي. طبعا الملون والاسمر والحاجات دي بيبقى للعين بيحدد لك البق والودن كده، لكن الاساسي كله معايا عبارة عن لولي. فانا هحط 3 خرزات من اللولي، برجع في التالتة وببتدي اسحب طرف الخيط التاني، بعمل سطر جديد عادي جدا. تمام، معايا طرفين من الخيط. بصوا الخرزة جاية فين؟ معايا طرفين من الخيط. الطرف اللي جوه ببتدي ان انا اعدي في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف خرز جديد. الصف ده كله عبارة عن لولي بس. بعدي طرف الخيط بالشكل ده، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين من اللولي. تمام اهو، ببتدي ان انا اسحب طرف الخيط التاني من الحلقة اللي انا عاملاها وابتدي ان انا اسحبهم بالشكل ده. تمام اهو، اللي بعديها نفس النظام بالظبط. بعدي طرف الخيط بالشكل ده، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين من اللولي بحيث تتكون معايا غرزة رباعية كلها لولي بس. تمام، طبعا انت لو شغالة بمقاس 8 يبقى كله مقاس 8، شغالة بمقاس 10 يبقى كله مقاس 10 بالنسبة لشكل الدبدوب اللي احنا بنعمله النهاردة. والطرف اللي بره هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين.
كمان بالنسبة لعمر الأطفال الشنطة دي مناسبة جدا من عمر سنة ل4 سنين 5 سنين بالكتير. أكبر من كده يبقى هنعمل التانية اللي هي 3D، بيبقى فيها مساحة أكتر وتقدري انك تستخدميها وبنوتك تستخدمها بكل سهولة. تمام، يبقى أنا برضو ماشية بنفس النظام، طرف بعدي في الخرزة اللي جوه والطرف اللي بره بضيف فيه خرزتين ومكملة لغاية فين؟ مكملة لغاية الخرزة اللي أنا واقفة عندها من البداية اللي هي قبل الأخيرة. هاجي على اللي قبل الأخيرة زي دي بالظبط اهي، أنا اسيب واحدة كأني مش شايفاها، وهاجي على دي هبتدي ان انا اعدي فيها طرف الخيط، ونفس طرف الخيط اللي انا عديته هو اللي هحط فيه الخرز. تمام، انا سايبه دي كأني مش شايفاها خالص الغرزة الأولانية. طرف الخيط اللي انا عديته هبتدي ان انا احط فيه خرزتين، بسيب واحدة وبرجع في التانية وبسحب طرف الخيط التاني. تمام، مجرد ما بعمل كده بتتكون معايا الغرزة الرباعية الأخيرة، وكمان اتجاه الخيط بتاعي بيجي للجنب بدل ما كان طالع لفوق. تمام، انا كده ماشية مظبوط. خدي بالك بقى من السطر ده عشان ده اللي انا هبتدي اضيف فيه العين بتاعة الدبدوب. هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي اعمل غرزة رباعية عادية جدا عبارة عن لولي بس، فبالتالي هضيف 3 من اللولي وهسيب 2 وارجع في التالتة واسحب طرف الخيط. تمام بالشكل ده. بعد كده طرف الخيط اللي جوه هبتدي ان انا اعديه برضو في الخرزة اللي عليها الدور عادي جدا اهو. تمام، هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي بقى ان انا هنا بشتغل على عين الدبدوب، فبالتالي هضيف واحده من اللون الاسمر ايا كان بقى هو لولي او كريستال معاكي. فهبتدي هاخد واحده من اللولي الاسمر وواحده من اللولي اللي هو الاساسي، هحط الاسمر الاول وبعد كده اللولي. تمام زي ما انتم شايفين كده، وبرجع في اللولي وبعد كده بسحب طرف الخيط التاني. يبقى انا عايزاها تبقى بالشكل ده. تاني غرزه رباعيه على طول بضيف فيها اللون الاسمر. تمام، بعد كده اهو واحده وبعد كده التانية. بعد كده هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط وهعمل غرزه رباعيه من اللولي بس. هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف 2 من اللولي، دي 1 2، وطبعا بسيب واحده وبرجع في التانية، بعمل الحلقه وبسحب طرف الخيط التاني. تمام، هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط مره كمان وهعمل برضو غرزه رباعيه عاديه جدا من اللولي بس. يبقى المسافة ما بين العين دي والعين دي 2 من اللولي او 2 غرز من اللولي. تمام اهو. بعد كده هبتدي ان انا اشتغل في عين الدبدوب، بعدي طرف الخيط اهو وهاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اعمل شبه اللي احنا عاملينها بالظبط دي. لازم يبقى فيه نسبة وتناسب والعدد بتاعك يبقى مظبوط. فهبتدي ان انا اضيف واحدة من اللولي الاسمر وواحدة من اللولي الملون اهو. تمام، وهرجع في دي واسحب طرف الخيط التاني. كده انا شغاله مظبوط، وكل اللي فاضل لي بس واحده غرزه رباعيه كمان من اللولي زي اللي بدأت بيها السطر من البدايه. مش هحط الخرز هنا، هحطه دايما في اللي بره. اول ما باجي اقفل الغرزه الاخيره بحط خرزتين، برجع في التانية واسحب طرف الخيط التاني. تمام بالشكل ده. خلاص لازم كل سطر بتعمليه تبصي مظبوط تمام. كمان اللي هيساعدك في الشغل ده مش بس انك تمشي ورايا في الفيديو، انك يبقى قدامك الصورة بتاعت الشغل اللي بتعمليها. هاجي على طرف الخيط اللي بره وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات عشان اعمل غرزة رباعية سادة خالص من اللولي. تمام، وهسحب الجنب التاني. تمام، طبعا الخيط بدأ يخلص معايا فما عنديش مشكلة في حاجة خالص، انا هبتدي انهيه بكل سهولة زيه زي اي خيط بتنهيه في اي شنطة مفيهاش مشكلة. هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي برضو ان انا اعمل غرزة رباعية من اللولي بس. بصوا انا هنا بعمل عكس عكاس عشان عايزة ابتدي انهي الخيط بتاعي وفي نفس الوقت يبقى منهي يعني بشياكة كده، تبقى الدنيا تمام. فاهماني؟ فانا بحاول اديله مساحة ان انا لما اعمل العقدة او الربطة يبقى الشغل بتاعي مظبوط. هبتدي هنا ان انا اعمل، دخلت كده على بق الدبدوب هحط واحدة من الكريستال الملون وبعد كده واحدة من اللولي. يبقى انا السطر الجديد ده عملت 2 لولي وبعد كده دخلت في الكريستال، واحدة كريستال وواحدة لولي. وبعد كده هاجي على الطرف اللي بعده احط برضو واحدة كريستال وواحدة لولي. تمام، وهرجع كده وابتدي اسحب طرف الخيط التاني.
اهو انا عايزه الشكل بتاعي يبقى كده اهو. بعد كده بعدي طرف الخيط في الخرزه السمراء، والطرف اللي بره هبتدي ان انا اعمل واحده من اللولي بس اهو. حطيت 2 خرزه من اللولي واسحب طرف الخيط التاني اهو. الخيط اللي لغايه دلوقتي مكمل معايا ما قصرش. تمام. هاجي بقى على الاخيره اللي انا عايزه انهي الخيط لانه كمان خلص، هبتدي انا احط 2 من اللولي والفها في نفس الخرزه اللي المفروض كنت عديت بالخيط التاني فيها. تمام اهو. الحركه دي انا بعملها لان الخيط بتاعي خلص، لكن انت الخيط معاكي ما خلصتي خلاص هتبداي تكملي شغل عادي جدا. تمام. هبتدي ان انا بنهي الخيط بتاعي هنا، بربطه طبعا 3-4 ربطات، ده خرز مقاس 10 فمفهوش مشكله انه يستحمل العقده او الربطه، وبعديها ونهيتها خلاص. بعد كده السطر الاخير هكمله عادي جدا اهو في الخرزه اللي المفروض ان انا كنت واقفه عندها، هي دي. وهاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اعمل غرزه رباعيه ساده خالص ما فيهاش اي حاجه. تمام. بحط 3 خرزات، برجع في الثالثه وبعمل كده. تمام. بعد كده بعدي طرف الخيط في الخرزه اللي عليها الدور. تمام. والطرف اللي بره هبتدي ان انا اضيف فيه الخرز الجديد. تمام. هبتدي ان انا اضيف واحده من اللولي وواحده من الكريستال. كل ده انا بحاول اكون البق بتاع الدبدوب. واحده من اللولي اهي، واحده من الكريستال الملون، بسيب واحده وبرجع في التانية واسحب طرف الخيط التاني. تمام اهو. بعد كده هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط في الخرزه اللي عليها الدور اهي، وهاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف خرزتين برضو، لكن واحده من الاسمر وواحده من الكريستال. بحط طبعا الملون الاول وبعد كده بحط الاسمر، برجع فيها مره تانية واسحب طرف الخيط بتاعي بكل سهوله. بصوا اتحدد ازاي وبدأ يبان معايا. تمام. بعد كده بعدي في الخرزه دي وهاجي على الطرف التاني وهضيف 2 كريستال مره واحده اهم. دي 1 2. يبقى انا كده خلصت البق، فاضل الدقن والودان من فوق. تمام اهو. وهبص الاول السطر معايا هلاقيه عباره عن 2 من اللولي، يبقى هاجي على الطرف ده واحط 2 لولي، قصدي 2 من اللولي يعني 2 غرزه مش 2 خرزه، لا 2 غرزه من اللولي. عملت واحده، فاضل واحده كمان. تمام. هبتدي انا اعدي طرف الخيط بتاعي وهبتدي ان انا احط خرزتين من اللولي في الطرف اللي بره اهو. تمام. وهبتدي ان انا اعدي فيه بالشكل ده واعمل الحلقه وابتدي ان انا اسحب طرف الخيط التاني. طبعا انا هنا محتاجه اعمل تناقص مره كمان علشان انا محتاجه الخرز بتاعي بدل ما يبدا من السطر ده عايزاه يبدا من الخرزه اللي بعديها على طول. زي ما شفنا في اول الفيديو ازاي بتعملي التناقص هعمله بنفس الطريقه. تمام اهو. انا عايزاها تبقى هنا زي ما عملت الخطوات اللي عملتها هنا هعملها هنا برضو. يعني ايه؟ يعني طرف الخيط اللي بره ببتدي ان انا الفه في 3 خرزات اللي فوق دول اهو. دي 1 2 3 3 خرزات اهو، وبعديه في الخرزه اللي انا المفروض اقف عليها. تمام. يبقى انا عديت الطرف التاني طالع من نفس الخرزه بس من جوه، هبتدي ان انا اعديه في 3 خرزات اللي جنبه او اللي فوقيه على طول. ادي 1 2 3، وهبتدي ان انا اعدي برضو في الخرزه اهي على طول. هتلاقي الخيط معاكي اتحول من الخرزه الاولانيه للتانية. طبعا دي اسهل طريقه للمبتدئين، في طريقه تانية هنتعلمها فيديوهات تانية باذن الله تكون ايدينا خدت على الشغل كده ان شاء الله باذن الله. هاجي على الطرف الخيط اللي بره وهبتدي ان انا احط 3 خرزات، برجع في الثالثه وبعمل غرزه رباعيه من اللولي فقط. السطر ده انا همشيه غرز رباعيه لولي فقط. عملت واحده وابتدي ان انا اعدي طرف الخيط اللي جوه في الخرزه اللي عليها الدور، والطرف اللي بره هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين. ادي 1 2، هتتكون معايا غرزه رباعيه بالشكل ده عباره عن 4 خرزات او 4 غرز رباعيه. عملت 2 فاضل 2 اهو. بعدي هنا لان طبعا اخر واحده هسيبها فاضيه برضو مش هعمل فيها اي حاجه، زي ما بالظبط اول واحده برضو سبتها فاضيه وعملت عندها التناقص علشان اسيبها واشتغل على تاني واحده. تمام اهو.
فاضل لي واحده بس، والخيط كمان زي ما انتم شايفين صغر ازاي. فهاجي على الطرف اللي بره هبتدي ان انا احط فيه خرزتين والف الخيط ده واعديه في الخرزه اللي المفروض كنت عديت فيها من البدايه اهو كده. هتلاقي طرفين الخيط قصادك بقوا قصاد بعض، وهو ده اللي انا عاوزاه. فبالتالي هربط 3 ربطات او 4. تمام. طبعا بشد وبربط كويس جدا، ولو حسيت انك مش قادره تشدي الخيط شديه بالزراديه او باي حاجه ناشفه شويه زي ما انا ما بعمل كده. تمام. طبعا بالنسبه للناس اللي هي بتشتغل ايديها بتعرق، طبعا دي بتبقى مشكله كبيره جدا. تقدري تدهني ايديكي باي حاجه، يعني تحطي ايديكي مثلا في بودره تلج بتاعه الاطفال او شويه دقيق شويه نشا اي حاجه هتظبط معاكي الموضوع ده على فكره جدا. تمام. بعد كده بيبقى طبعا معايا اجزاء كده من الخيط، فهبتدي ان انا اخد اشتغل على الودن. باجي كده على الخرزه اللي هي الكريستال دي زي ما انتم شايفين انا عديت في دي اهي، ومعايا الطرف اللي بره هبتدي ان انا احط 2 من اللولي وواحده من الكريستال عشان اكمل الودن بتاعه الدبدوب. تمام. انا عايزه اقول لكم ان اللولي اللي انا مستخدماه ده مش سي سي بي، مش اعلى حاجه، بس بصوا لمعته وشكله شيك جدا وحلو ازاي. تمام اهو. بعد كده معايا الطرف اللي بره هبتدي ان انا احط فيه 2 من اللولي، وهرجع كده في الخرزه دي هلاقي طرفين الخيط اتقابلوا معايا، فهبتدي ان انا اربطهم وانهيهم عادي جدا. تمام. حتى لو الخيط معاكي كبير في الخطوه دي بالذات لازم تنهي بنفس الطريقه. ليه؟ لان انا الخرز الخارجي اللي هو على الاطراف انا لسه هستخدمه في تقفيل الشنطه وفي تركيب الدراع. تمام. اهو معايا طرفين الخيط بعديهم في الخرزه دي، خرزه هي جوه انا مش هستخدمها. النقطه اللي انا دايما بقول لكم عليها ان احنا لازم العقد والربطات دي عشان تتفاديها بعد كده تحطيها في خرزه انت مش هتستخدميها تاني. تمام. وهقص طبعا الخيط الزياده، وهاجي على الودن التانية هعملها بنفس الطريقه وهعيدها معاكم علشان لو مخدتوش بالكم من الخطوه دي نشوفها مع بعض تاني. اهو باجي على الخرزه اللي بره دي وبعدي فيها طرف الخيط اهو، معايا طرفين من الخيط بسويهم. باجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف 2 من اللولي واخر واحده من الكريستال. تمام. كريستال كده خلص معايا كله ومش هحتاجه تاني خلاص. تمام. بسيب الاتنين اللولي وبرجع في الكريستال وبسحب طرفين الخيط بتوعي كده. تمام اهو. باجي على الطرف اللي بره برضو وهبتدي ان انا احط 2 من اللولي وبرجع كده. تمام. وهبتدي ان انا اربط الخيط بتاعي وانهيه. طبعا الخيط اللي انا شغاله بيه ده وانت شغاله دايما بيطلع معاكي زي زوائد كده او زي بواقي كده من الخيط، حاولي يعني تستخدميه في الحاجات اللي زي دي. تمام. هساوي الخيط بتاعي وبعد كده هنهي العقده او الربطه بتاعتي بنفس الطريقه وفي نفس الخرزه. طبعا انت لو مستخدمه بقى خرز ازاز انسي كل اللي احنا عملناه ده، بيبقى صعب جدا 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 في الربطات وفي العقد وفي تنهي الخيط والكلام ده. فخليكي دايما في كريستال ملون جنجاء او ملون عادي، يعني ايا كان لونه ايه زي ما تحبي. كده انا خلصت خلاص وش الدبدوب. فاضل دلوقتي ان انا اعمل الجسم بتاعه واقفله. بصوا شكله حلو جدا ازاي. على فكره اللون ده رغم ان هو مش فوشيا ومش كده بس لون رايق، لون حلو قوي. تمام. كل اللي انا هعمل بنفس الخطوات اللي احنا عملناها وش الدبدوب كمان مره، بس كله من اللولي فبيكون سهل جدا. كل اللي انت بتعمليه بتجيبي اللولي بس قصادك كده وبتشتغلي بيه، لكن نفس الخطوات اللي هو التناقص بتاع الودن من فوق والتناقص بتاع الدبدوب من تحت او وش الدبدوب من تحت هم دول بس اللي بتعمليهم. بعد كده بترجعي تركبي الودان بتاعه الدبدوب بنفس الطريقه. يعني الخطوات اللي احنا عاملينها مع بعض دي هيها بالظبط، بس بقى ولا في كريستال ملون ولا اسمر ولا ده يتحط فين ولا الكلام ده، كل لولي بس. تمام. وهاجي على الجسم بقى اللي هو اللولي اللي معايا او وش الدبدوب اللي هو اللولي ده، وهبتدي ان انا اقفله غرزة رباعية من الجنب، لان انا عايزة جنب الدبدوب هنا معايا يبقى 2 مش واحدة بس، يبقى فيه برضو مساحة شوية. فهعدي كده في اول خرزة معايا، وبعد ما بعدي طرف الخيط باجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات بالشكل ده عشان اعمل غرزة رباعية بتاعتي وتكون كاملة. اهو بص انا عديت فين اهو 3 خرزات اهو، وعديت في الخرزة دي مش اول واحدة من ناحية الفتحة بتاعت الدبدوب، لا
تاني واحدة عشان برضو ادي مساحة يبقى فيه مكان. هرجع في التالتة وابتدي ان انا اسحب طرف الخيط التاني، وهتتكون معايا غرزة رباعية اهو. بصوا ده بيكون شكلها، يعني انا بعمل غرز رباعية كده بالشكل ده. تمام. وهاجي على طرف الخيط اللي في الجنب وهعدي في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف اللي بره او اللي ناحية الغرزة اللي انا لسه عاملاها هو ده اللي انا بعمل فيه الغرز. هبتدي ان انا اضيف خرزتين اتنين بس، وبسيب واحدة وبرجع في التانية واسحب طرف الخيط التاني. تمام. بسحب كده الخيط بتاعي، معايا طرفين من الخيط، الطرف اللي جنب الخرز ببتدي ان انا اعدي فيه اهو، والطرف اللي بره ببتدي ان انا احط فيه اتنين من الخرز. تمام اهو. كالعادة بسيب واحدة وبرجع في التانية. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بقفل جنب الشنطة، لكن جنب الشنطة اللي عندي او اللي انا بعمله هعمله صفين مش صف واحد. لو عايزة تعملي صف واحد هتلزقي الوشين في بعض بالصف ده. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط في الخرزة اللي عليها الدور اللي هي في وش الدبدوب، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف اتنين من اللولي. اهم نقطة عايزاكي تاخدي بالك منها في الشغل ده دلوقتي، ان اتجاه الخرز مختلف. يعني ايه؟ يعني انا شغالة على مجسم، مش شغالة على مجسم او شكل، ولا مربع ولا مستطيل ولا الكلام ده. فبالتالي هتلاقي الخرز اللي على الاطراف الفتحات بتاعته مختلفة، يعني خط مستقيم وبعد كده واحدة لجوه وواحدة لبره، عشان في النهاية يديكي الشكل بتاع الدبدوب مظبوط. فانت هتمشي على حسب او على هوا الخرزة اللي على الطرف. فهماني؟ اهو انا هنا مشغلة خط مستقيم، فهمشي عليه بنفس الطريقة لغاية ما اخلصه. عبارة عن غرز رباعية، بعدي في خرزة اللي هي دي اهي. تمام. وباجي على الطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف خرزتين. طبعا الشغل بتاع الخرز مقاس 10 حلو قوي، بيبقى سهل كده وسلس وفي ثواني تلاقي الشنطة خلصت معاكي، يعني اللهم بارك، بيبقى حلو جدا يعني. فهماني؟ لكل الناس المبتدئين والمحترفين وكل حاجة. تمام. هكمل برضو الغرزتين دولت بنفس الطريقة اهو. بصوا شايفين خط مستقيم ازاي؟ هاجي هنا هلاقي الثلاث خرزات نازلين لتحت. بصوا شكل الرسمة هو ده اللي انا عاوزاه. هلاقي دولت نازلين لتحت على حسب، بصوا اتجاه الخرزة داخل لجوه ازاي. ببتدي ان انا اعدي الخيط، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف الخيط الخرز قصدي اللي هما الاتنين عادي جدا. تمام. يبقى الشغل واحد لكن الفرق في اتجاه الخرزة. تمام. وهكذا هكمل كل الخطوات دي، او هكمل الجزء ده كده داير ما يدور لغاية ما اعمل المجسم بتاع الشنطة بتاعتي كله. وطبعا في النهاية لما اخلص الجزء ده بصوا اهو. تمام. يبقى انا كده بمشي بنفس الخطوات، وطبعا الجزء ده مش هيبان معاكي غير لما تخلصيه. يعني انا مجرد بس منجز او اخلص الجزء ده كله داير ما يدور، واخلص وش الدبدوب كله، هيبان معاكي وهتفهميني انا اقصد ايه في النهاية. تمام. بصوا اهو. بعد ما وصلت للجزء ده خلاص هبتدي ان انا اقفل عند نفس الخرزة اللي انا بدأت عندها. بقفل عندها ازاي؟ لان انا برضو معايا لسه الخيط طويل ولسه عايزة اكمل جسم الشنطة. هعدي في الخرزة دي اهو، وزي ما انتم شايفين انا معايا في الخيط خرزتين، يبقى انا محتاجة اتنين في نفس طرف الخيط اللي عديته، وهبتدي ان انا اضيف خرزتين، بسيب واحدة وبرجع في التانية واسحب طرف الخيط بالشكل ده. كونت معايا الغرزة الرباعية اللي قفلت لي الجسم او شكل الشنطة كله، وفي نفس الوقت معايا طرفين الخيط طالعين كده عشان ابتدي اركب وش الشنطة التاني. تمام اهو. انا عايزاهم صفين. بصوا انا عملت صف، يبقى فاضل لي صف عشان يدي مساحة للشنطة من جوه. تمام. هاجي على وش الشنطة وهبتدي ان انا اركبها ازاي. هاجي على طرف الخيط اللي من بره، تعالوا نقرب كده شوية اهو، وهبتدي ان انا اضيف خرزة واحدة بس. وبعد ما بضيف خرزة واحدة بس بالشكل ده، هاجي على وش الشنطة وهاجي على نفس الخرزة اللي انا شغالة فيها، بسيب الاول واحدة اللي هي من جوه دي بسيبها، بشتغل على دي. تمام اهو. معايا 3 خرزات في الخيط، يبقى انا محتاجة قد ايه؟ محتاجة واحدة بس. طبعا بضيفها في اي طرف من الاطراف. تمام. ضفت الخرزة، برجع فيها تاني، بعمل الحلقة وببتدي اسحب طرف الخيط التاني، تتكون معايا غرزة رباعية، وفي نفس الوقت قفلت لي
الجزء ده او ركبت لي الوش في الظهر. تمام اهو. كل اللي انا بعمله دلوقتي معايا طرفين من الخيط، وكل طرف من الاطراف تحتيه خرزة تبعه او بتاعته او في الجنب بتاعه او الصف بتاعه. فهبتدي ان انا اعدي طرف الخيط في الخرزة اللي تحته على طول، وطرف الخيط التاني هعديه برضو في الخرزة اللي تحتيه على طول. يبقى انا كده معايا في الخيط 3 خرزات، محتاجة واحدة بس عشان تتكون غرزة رباعية. فهبتدي ان انا اضيف واحدة في اي طرف من الاطراف كده، برجع فيها، فبالتالي بتتكون معايا الحلقة، بسحب منها طرف الخيط التاني. تمام اهو. شغلك مظبوط ونضيف وزي الفل. تمام كده. ببتدي ان انا اعدي طرف الخيط في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف التاني برضو نفس الحكاية، بعديه في الخرزة اللي عليها الدور، وبضيف ليهم خرزة مشتركة اهو. طبعا انا عارفة ان في ناس ممكن تعمل الخطوة دي عكس عكاس، مفيش مشكلة، بس انتي ممكن بقى تعملي حركة ذكية. ممكن تعملي ازاي؟ تعدي مثلا 2 3 عكس عكاس، وتيجي في الرابعة وتعملي عقدة بحيث تشد اللي قبلها. فاهمة قصدي؟ تمام. طبعا انا اي معلومة بتيجي في دماغي او انا بتبعها في شغلي بحاول ان اقولها لكم علشان توصلوا لشغل معين ويكون ايديكي فعلا مظبوطة في الشغل بتاعك، ما تبقاش اي كلام كده وخلاص. تمام. فانا بعمل نفس الخطوات، بعدي في طرفين الخيط في الخرزتين اللي في الجنب، وبزود. بصوا هنا الخرزة جت فين؟ جت جوه. ليه جت جوه؟ ده طبيعي لان انا بعمل مجسم. فانتي خديها قاعدة، طول ما انا بعمل مجسم هتقبل الشكل اللي بيطلع معايا. انما لو بعمل شغل مربع، مستطيل، دائري، الشكل بيضاوي، اي شنطة اولها زي اخرها، هو ده اللي لازم الشغل يبقى خط مستقيم في نفس الاتجاه. لكن هنا انا كأني بعتبر نفسي ان انا برسم. فاهميني؟ بس فانا هبتدي كل اللي انا بعمله نفس الخطوات، بس بعملها لغاية ما برضو اقفل الشنطة بتاعتي كلها بنفس الطريقة. تمام. بعدي في طرفين الخيط وبحط خرزة تالتة لغاية ما اكمل الجسم كله بنفس الطريقة. طبعا انا كملته وشكله حلو جدا. انا بعشق شغل الاطفال، بحبه جدا، وبحب الاطفال والقطط اي حاجه من الحاجات دي. بصوا تلاقيني سرحت فيها كده وانا بشتغل. تمام. كل اللي انا هعمله دلوقتي هبتدي ان انا اركب ايد الشنطه. بالنسبه لايد الشنطه انا بحب جدا ايد الشنطه بتاعه الاطفال تبقى ميكس ما بين مقاس 10 ومقاس 8. تقدري تعمليها بمقاس 10 بس او مقاس 8 بس، براحتك خالص، او اي مقاس عندك من الخرز تقدري تعملي ايد الشنطه. لكن انا بعمل الميكس ده بحس ان هو بيدي شكل يعني احلى. تمام. كل اللي انا بعمله هبتدي ان انا اخد خيط. طبعا الخيط ده مقاس 70. تمام. لو ما عندكيش مقاس 70 اشتغلي بمقاس 60، مش هيقولك لا، عادي جدا. فكل اللي انا بعمله زي ما انتم شايفين اهوت، انا بعدي في الخرزة دي اللي هي دي، بعدي كده طرف واحد بس من الخيط، بعد كده بساوي طرفين الخيط ببعض بحيث يبقى جاهز معايا، وفي نفس الوقت الخيط معايا هنا يبقى مجوز زي ما انتم شايفين كده، ما يبقاش فرداني، علشان طبعا ده هيدي حمل اكتر وشغل اكتر، يعني احسن للشنطة. بضم طرفين الخيط بالشكل ده، وبعد كده ببتدي الضم الخرز بتاعي بكل سهولة، واحدة مقاس 10 على واحدة مقاس 8 بطريقة عشوائية يعني. تمام اهو. 2 مقاس 10، 2 مقاس 8، واحدة وواحدة، وهكذا. تقدري برضو في الخط ده او في الخطوة دي تقدري تضيفي كام واحدة كده من الملونين برضو بتوع وش الدبدوب دول، نفس اللون بتاعهم برضو بيدي شياكة وبيدي شكل حلو قوي. انا بعمل الحركة دي بس في الشنطة الاكبر. تمام. بعد ما بملى الخط كله اهو، هاجي على طرفين الخيط وهبتدي ان انا انهي في نفس الخرزة او في الخرزة اللي شبهها اللي قصادها على طول اهو. بعد طرف الخيط كده وطرف الخيط التاني عكس عكاز بالشكل ده، تحتيهم على طول غرزة رباعية، هي دي اللي انا هقفل فيها الشغل بتاعي اهو. شايفين الغرزة الرباعية اللي تحت دي اهو؟ بعدي فيها طرف الخيط من الجنب ده وطرف الخيط من الجنب ده لغاية برضو ما يتقابلوا قصاد بعض اهو. هعدي كمان في الخرزة دي، خلاص الطرفين الخيط بتوعي يتقابلوا قصاد بعض. هبتدي ان انا اربطهم 4 ربطات كويسين جدا. طبعا لو الخيط معاكي اطول من كده عديه في الغرزة اللي تحتيها، وهكذا.
حاولي تتوهي الخيط في كذا غرزة في التقفيل بتاع ايد الشنطة بالذات. تمام، حاولي طبعا تشديه ويبقى مظبوط معاكي، وبعد كده طرفين الخيط هعديهم في اقرب خرزة قصادي علشان العقدة تختفي بكل سهولة. وطبعا خلاص انا كده الخرز مش هحتاجه تاني ان انا مثلا ابقى قلقانة العقدة، لا هنا عادي خلاص احنا بنقفل اصلا الشنطة. تمام، بالنسبة كمان لجسم الشنطة ممكن في النهاية بعد كل اللي احنا عملناه ده تركبي لها قفل في القلب بتاع الشنطة، في الجزء اللي في النص ده تقدري تركبي لها قفل مفيش مشكلة. بصوا شكلها عامل ازاي. تقدري تعملي الوان كتيرة جدا. تقدري اصلا انت لو مبتدئه تعملي الشغل ده بس بتاع الاطفال، ودي طبعا نصيحتي ليكي، يعني حاولي تعملي شغل اطفال كتير، ايديكي هتاخد على الشغل وهتعملي حاجات تفتح نفسك اصلا انت تشتغلي وتعملي الحاجات دي. تقدري تعملي الوان كتيره جدا. زي ما اتفقنا متنسيش ان دي مناسبه من عمر سنه ل5 سنين اقصى حاجه، 6 سنين و7 سنين تقدري تعملي التانية اللي هي ال3 دي بيكون فيها مساحه اكبر. واللهم لك الحمد اللي هي التانية 3 دي كانت يعني حصري على القناة عندي، وتميزت بيها بفضل الله طبعا، علشان تحل مشكلة سن البنوتة بتكون عايزة حاجة اكبر شوية. وزي ما انتم شايفين كده الشنطة خلصت، ويا رب بتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا من اي معلومة قلناها النهاردة خلال الفيديو. وما تنسوش اللايك والشير لانه بيرفع الفيديو وبيساعد ناس كتيرة تشوفه، وبإذن الله تستفاد منه. هو ده هدفي من اي فيديو بعمله. وكالعادة هستنى رأيكم في التعليقات، ولو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم.